السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض قنبلة من الفوسفور، طاجن بطارخ بالسوبيا والجمبري. طاجن كده كله طاقة وطعم لذيذ ومستوي بطريقة مظبوطة جدا. هقول لكم بقى على التريكات خطوة بخطوة. حضرت بقى كده طاسة فيها معلقة من الزبدة، معلقتين من الزيت، اسخنهم كويس جدا وهبدأ اشوح فيهم البطارخ بتاعتي بقى. طبعا انا منضفة البطارخ كويس قوي وشايلة منها الخط الاسود اللي بيبقى في الجنب دوت ومخلياها نظيفة بالشكل ده. هبدأ اشوحها كده، مش هتاخد مني نص دقيقة. عايزة اللون يتغير، والتشويحة دي كمان بتخلي البطارخ ماسكة نفسها كده وما بتتهريش مني. في ناس بتسلق البطارخ بس انا بحبها كده متشوحة بصراحة، بيبقى طعمها ألذ واحلى وكمان ما بتتهريش وبحافظ عليها. هطلعها بالراحة كده بالشكل ده، امسكها واحدة واحدة كده بالراحة عشان احافظ على البطارخ ما تتكسرش مني. طبعا هو يفضل ان البطارخ تكون طازة، بس ده ما كانش متاح، فطبعا جبت البطارخ كانت مثلجة في الفريزر. دي السوبيا بقى بتاعتي، هبدأ اديها تشويحة برضو كده على النار بالشكل ده كده. السوبيا بتاخد سوا شوية، يعني ممكن اشوحها كده حوالي دقيقة بالكتير قوي، عشان السوبيا بتبقى جامدة شوية عن البطارخ وعن البوري. بعد ما تتشوح بقى كده بالشكل دوت واقلبها كويس جدا، هطلعها بقى كده بالراحة بالشكل ده، وهشوح بعدها بقى الجمبري. طبعا انا مش عايزه اقول لكم التشويحه دي بتخلي الريحه خطيره بصراحه، كل حاجه ريحتها بتطلع. بس انا ما بحطش توابل دلوقتي خالص وانا هشوح بقى الجمبري. عايزه لونه بس يبدا ياخد اورنج كده. الجمبري ما بياخدش تسويه خالص، يعني اقل من نص دقيقه كمان. اول ما لونه يبقى اورنج كده هطلعه كده. وكده انا شوحت كل المكونات الطاجن بتاعتي. هبدأ بقى اشوح بعد كده البصل بتاعي اللي انا مقطعاه مكعبات في نفس السمنة والزيت كده بالشكل دوت. بقى البصل بياخد ريحة الجمبري والسوبيا والبطارخ، بيبقى جميل جدا. عايزاه يدبل بس مش عايزاه يتحرق ولا حاجة، عايزاه يدبل كده. ادبله حاجه بسيطه كده واقلب على قد ما اقدر كده بالشكل دوت عشان ما يتحرقش مني البصل، ويبقى بالشكل ده. هحط له بقى كده جزرايه مبشوره وفلفل اخضر، شطه وفلفل رومي بالشكل دوت كده، وادبل بقى الحاجات دي كلها مع البصل. طبعا الجزر بتاعي مع اي مأكولات بحريه بيشيل الزفاره وبيدي طعم مسكر خالص كده بالشكل ده. كمان اللون الاورنج مع الاخضر مع الاحمر بيبقى جميل قوي. دي بقى كده حوالي كوبايه ميه، طماطم مضروبه ومصفيها كويس جدا كده. هحاول اسبكها بقى في البصل والجزر والفلفل نص تسبيكه، مش عايزاها تتسبك قوي. مش هحط المكونات فيها، لا انا اسبك الطماطم لوحدها كده مع الحاجات دي. وبعد كده هحط المكونات بتاعتي بقى، السوبيا والبطارخ والجمبري بالشكل ده عشان ما تتهريش. ودي تومه بقى انا ضرباها في الكبه، حط عليها معلقه من الكمون ومعلقه من الكزبره ومعلقه من الكاري ومعلقه من الكركم. حطيتها كده في المرحله ديت عشان الروايح التوابل كده ما تبقاش هي اللي ظاهره، انا عايزه طعم كل حاجه ظاهر بالشكل ده. ما حطيتش كتير. هقلب بقى كده بالراحه عشان المكونات بتاعتي ما تتكسرش مني. بعدين احط معلقه صغيره خالص من الملح. طاجن البطارخ بالسوبيا والجمبري بيبقى مسكر ما بيبقاش مالح. واي شوربه عندك بقى، شوربه جمبري او القشر الجمبري اللي احنا مقشرينه، دي كانت شوربه كابوريا. انا خدت منها كده كوبايتين صغيرين خالص وسبتهم يغلوا غلوه بسيطه على النار. وبعد كده هحضر الطاجن بتاعي بقى، هحط كده المكونات بتاعتي كلها في طاجن فخار وهدخله الفرن بقى بعد ما ازوقه كده بالخضار المحشي، اي خضار محشي عندك. وهحط عليه قرنين من الفلفل ازوق بيهم كده عشان لو حد عايز ياكل فلفل شطه بالشكل ده واديها لون. بس انا مش عايزه اولع الفرن من تحت بالشكل ده. طلعت معايا بقى الطاجن خطير، لونه بينك. الطواجن ما بتحبش الصلصه كتير كده، عايزين صلصه بسيطه كده تبقى لونها بينك كده بالشكل ده. طبعا الريحه خطيره والطعم جميل. وده شكل الطاجن بتاعنا بقى. لو عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس.